عيوب موجودة في التلبيسة اللي معمولة من المعدن. آخر عيب خالص بقى واللي هيضحكنا شوية، وهو إن التلبيسة ديت بتبقى معمولة من معدن، ولو هو عنده بقى تاني حاطط في أي درس من دروسه أمالجم بس الاتنين في نفس الجنب، اللي بيحصل إن بيتكون تيار كهربائي، لأن معدنين مختلفين وما بينهم اللعاب اللي موجود في بق المريض موصل. فبيحصل تيار كهربائي ما بينهم، فالمريض بيحس بكهرباء كده من وقت للتاني. فلو انت عامل تلبيسة من المعدن، يا ريت ما يكونش فيه في نفس الجنب حشو املجم، او ما تعملش اصلا التلبيسة او الطربوش من المعدن، واعمل الانواع التانية اللي هقولك عليها دلوقتي، او مش هقولك عادي يعني. ممكن اقول لك الفيديو الجاي. وهو ده بقى باذن الله موضوعنا الفيديو الجاي، اللي هنتكلم فيه عن الزيركونيوم، وهنتكلم فيه عن الايماكس، مين فيهم بيتعمل للاسنان الاماميه ومين بيتعمل للضروس الخلفيه، وايه هي مميزاتهم وايه هي عيوبهم واسعارهم، وهم دول بقى بالظبط اللي فيهم الكلام